السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في القناة، معكم فاطمة الزهراء. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بأتم الصحة والعافية نتوما والأسرة ديالكم. اليوم إن شاء الله فيديو جديد غنحضر معكم الشباكية بطريقتي الخاصة، كتجي من أروع ما يكون، كتجي معلكة شاربة العسل وهشيشة كتذوب في الفم، وغنتقاسم معكم أسهل تشبيكة في العالم. يعني تحضروا هاد الشباكية هادي في واحد الوقت اللي قصير وغير بوحدكم بلا عوين، وغنحضروها كذلك بدون دلك، يعني من اسهل ما يكون. اي وحده تزعم تحضر الشباكيه لشهر رمضان الفضيل، وهذه هي الوقيته ان شاء الله باش توجدوها وتبقى لكم لشهر رمضان الفضيل. غنتقاسم معكم طريقه الاحتفاظ باش تبقى معكم يعني حتى لنهايه الشهر الكريم، محافظه على ديك التعليكه، وبقى يعني بحال لا عاد صايبتوها، باقا جديده حتى لاخر حبه. وان شاء الله راه غادي توجدوها وغادي تعجبكم. غير بقاو معايا وتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير. وكنتمنى منكم يا البنات كيف ديما تشجيع بلايك للفيديو، تعليق محفز كتفرحوني به وكتشجعوني به، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والعائله، واشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوها باش يوصلكم اي جديد كننزلو ان شاء الله. غادي نمروا المكونات والطريقه، وكنتمنى تجربوا يا البنات هاد الشباكيه هادي، راه من اروع ما غادي تقدروا توجدوا، ومن اول تجربه غادي تنجح معكم ان شاء الله. بسم الله. المكونات اللي غادي نحتاجو: عندي هنا كيلو وربع ديال الدقيق. هاد العجينه هادي غنخلي لكم حتى النص ديالها في صندوق الوصف اللي بغات تجرب، يعني غير كميه قليله، يعني غير النص ديال العجينه. عندي هنا كيلو وربع ديال الدقيق، نص خماره، كاس ديال الزبده مذوبه، عندي الماء اللي ضفت ليه غير شويه من ضامه ديال الزعفران غير باش تعطيني اللوين، عندي هنا معلقه كبيره ديال النافع مطحون، واحد 4 الحبات ديال المسكه حره دقيتهم مع شويه ديال سنيده، يعني غير واحد المعلقه صغيره باش يتطحنوا ليا، معلقه كبيره ديال القرفه، صفر بيضه، عندي معلقه صغيره ديال الملحه، وعندي كاس ديال اللوز خضر مطحون بالقشره ديالو، كاس ديال الزنجلان حتى هو مطحون ما محمر ما والو، عندنا كاس ديال الزيت، وعندنا كاس لاروب ديال الماء الزهر درت ليه درت معاه شعيرات ديال الزعفران الحر، ممكن يعني الا ما كانش تستغناو عليه. وعندنا الخل غنحتاجو 4 المعالق كبار. هادو هما المكونات اللي عندنا. هاد الشباكيه مقومه على حقها وطريقها، وكتجي في المذاق يا سلام، والريحه ديالها يا البنات ما نعاودش لكم. عرفتي منين طابت الجيران كاملين شموها. غير جربوها وديروا هاد المكونات كيف ما هما، راه ما غاديش تشبعوا منها. هنا كنجيب يا البنات الكاس ديال الخلاط باش نسهلوا علينا المأموريه، كندير فيه جميع المكونات الا الدقيق والخميره والخل، هما اللي ما كنديرش. يعني كندير كاع دوك المكونات باش نطحنهم مزيان، باش ما يبقاوش ليا هكا شي حبيبات شي حاجه ويقطعوا ليا العجين، ويندمجوا ليا كاع المكونات، وكنسهل عليا يعني حتى الخدمه. يعني درت دوك المكونات كاملين، وداك الماء اللي درنا فيه شويه ديال ضامه الزعفران غندير غير نص منه ونخلي نص نجمع به العجينه. يعني راه غنحتاجو اكثر من داك الكاس، فقط في الاول كنبدا غير بالكاس، حتى لا خصني الماء عاد كنزيد من الروبيني صافي. وكنبدا ندير المكونات كاملين في الكاس ديال الخلاط بهذا الشكل هذا. يعني خليت غير الدقيق، الخميره والخل هما اللي ما غاديش ندير. كنطحن مزيان دوك المكونات صافي، وكنجيب القصريه ولا شي اناء اللي غادي نعجن فيه هاد المكونات هادو. درت داك كيلو وربع ديال الدقيق ما يعادل 12 كاس ديال العنبه. كنضيف ليه نص خماره، انا درت غير نص خماره، ممكن ديروا خماره كامله، وما درتش الخميره ديال الخبز نهائيا صافي. وكنخوي داك الخليط بهذا الشكل هذا، داك الخليط اللي طحناه مزيان، يعني كنخويوه على داك الدقيق صافي. وغادي نبدا نخدم في داك الدقيق مع دوك السوائل اللي طحنا، يعني دوك المكونات كاملين اللي طحنا. ضروري الدقيق ندخلو ليه داك الليدام مزيان ديال الزبده والزيت، يعني نلبسو الدقيق كامل. هاد الطريقه هذه باش كتجينا الشباكيه ديالنا هشيشه ومنسمه، وكتجي هكا كتذوب في الفم، يعني ما كتجيناش قاصحه. يعني كنخدم ما بين يدي مزيان دوك المكونات بهذا الشكل هذا. يعني الطريقه راكم عارفينها، فقط كنوضح للبنات اللي غيجربوا اول مره باش ان شاء الله يجربوها وتنجح معاهم. يعني معكم مزيان داك الدقيق حتى كتلبسوه بدوك المكونات كاملين. عاد كنضيف 4 المعالق كبار ديال الخل، 4 المعالق كبار. الخل ديما حطوه حداكم يا البنات باش ما تنساوش، راه هو اللي كيخلي الشباكيه تجي هشيشه، ضروري منه 4 المعالق كبار صافي. وغادي نبدا نجمع بداك الماء اللي ذوبنا فيه شويه ديال ضامه الزعفران، راه ما درتش الضامه كامله غير شويه فقط صافي. ضفت هاد الكميه ديال الماء وزدت تتجمعات لي العجينه ولات معايا بهذا الشكل هذا. العجينه خصها تكون قاصحه، راه ما غندلكوها ما والو، فقط جمعتها وكنتاكد باللي يعني ندمجوا كاع المكونات مع بعضياتهم. يعني كنجمعها بهذا الشكل هذا وكنديها ونجيبها بهذه الطريقه هذه صافي. وها هي راه واجده معايا، راه ما دلكتها ما حتى شي حاجه، لاننا غنورقوها هكا. فداك التورق هو اللي كيخلي الشباكيه ديالنا تجي بحال مدلوكه. هذا هو القوام ديال العجينه، قاصحه ولكن في نفس الوقت راه ماشي حجره، يعني غير قاصحه وصافي. يعني غندوز دابا باش نقسمها قطع بهذا الشكل هذا. يعني القطع على حسب نتوما، كل مره كتجبدوا قطعه باش تورقوها على حسب داكشي علاش غتقدوا. يعني غنشكل هكا قطع
صافي وكناخد يا البنات كل قطعه غنورقها بالدلاك ونطويها هكا. هذا الطويان هو اللي كيخلي الشباكيه ديالنا كتجينا مجعبه، كيجيو فيها هكا دوك التبويقات هكا وكيشربوا العسل وكتجينا يا سلام، وكتبقى شاربه العسل واخا تبقى مده طويله. يعني كناخد هكا واحد القطعه من العجين كنطلقها وكنطويها على شكل مسمنه وصافي. يعني بهذه الطريقه هذه كنديروا لها واحد الفويطاج، واحد التوراق، وهاد التوراق النيت هو اللي كيخلي الشباكيه ديالنا بحال مدلوكه. يعني شحال هادي راه كانوا الامهات ديالنا ملي كيصاوبوا الشباكيه راه كيبقاو يدلكوا حتى كيعياو، وراه صعيبه يعني في الدليك مع كتكون العجينه قاصحه. حنا ما دلكناها ما والو، فقط كنورقوها بهذا الشكل هذا صافي، وكنتحصلوا على نتيجه اللي مزيانه. غادي نستمر حتى نكملهم كاملين بنفس الطريقه صافي، ونديرهم هكا في شي بواطه بلاستيكيه كتسد مزيان، ولا خشيهم غير في شي بلاستيكه باش ما تنشفش لكم العجينه. وغندوزو باش نشكلو الشباكيه ديالنا. هاد العجنه ما شاء الله راه كتخرج اكثر من 3 كيلو ديال الشباكيه، يعني 3 كيلو ونص تقريبا ديال الشباكيه اللي كتخرج. وغادي نخلي لكم النص ديال العجنه في صندوق الوصف اللي بغات تجرب غير النص ديال العجنه. صافي غطيت على ديك الطاسه بالسلوفان وخليتها جانبا ودزت باش نطلق العجينه. هنا انا راه ما بديتها تقريبا حتى المغرب، صافي دغيا طاح عليا الظلام. غادي نخدمها معاكم، يعني واخا الاضاءه صراحه كانت ناقصه شويه. صافي كناخد هكا خديت واحد القطعه من هذوك العجينه اللي شكلنا، قسمتها على جوج صافي، وطلقتها شويه بالدلاك ودوزتها في الوراقه. يعني تقدروا تطلقوها غير بالدلاك، اللي ما عندهاش الوراقه، اللي عندها الوراقه تطلق فيها. وكناخد هنايا البنات هاد القطعه هادي، انا خديت هاد القطعه لاني غندير شباكيه صغيره في الحجم ديالها. كانت عندي هاد القطعه خديتها غير ب 10 دراهم من عند اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات. الا بغيتوا الشباكيه تكون كبيره كاينه القطعه اللي كبر منها، هي اللي كيستخدموا اغلب الحلويات، كدير 20 درهم. كتعطيكم يعني التشبيكه زوينه، وكيجيو الحبات قد واللي بغات تشبك بالجراره تشبك. يعني هاد القطاعه من اسهل ما يكون كتسربي. كنمررها بهذا الشكل هذا وانا كنضغط عليها على دوك الاشرطه ديال العجين صافي، وكتعطيهم ليا يعني مشبكين ومقادين. وهاد الجوانب هادو غير كنجمعهم وكنطويهم، يعني ما نعجنهم ما والو، كنطويهم بهذا الشكل هذا حتى كنجمع منهم واحد العدد، وكنعاود ندوزهم ديك الساعه، كنعاود نطلقهم بالدلاك ونعاود ندوزهم في الوراقه. يعني الوراقه يا البنات راه ولات رخيصه، انا خديتها من بيم غير ب 130 درهم وما شاء الله كتنفع. يعني الا بغيتو تاخذوها راه كتنفعكم تخدموا بها بزاف ديال الحلويات. هنايا البنات غنبدا نشبك معكم. كنشبك معكم بهذه الطريقه بالعد البطيء، يعني من اسهل ما يكون. هذه اسهل تشبيكه تقدروا ديروها. كناخذوا بحال هكا، يعني غادي بلا ما نشرح لكم بزاف بالهضره، يعني غير غتتبعوا الفيديو راه غتعرفوا الطريقه، وغنعاودها معكم عده مرات باش تشوفوا الطريقه كيفاش كتكون. يعني راه قربت لكم مزيان لان هاد الشباكيه الحجم ديالها صغير بزاف، راه ماشي الشباكيه الكبيره، انا كتعجبني صغيره. وما شاء الله هاد العجنه هذه كتخرج واحد الكونتيتي اللي كبيره في العدد ديال الحبات، لان الشباكيه صغيره في الحجم ديالها. وقربت لكم مزيان باش تشوفوا يعني كيفاش كنشبكها. كيجي المنظر ديال هاد التشبيكه زوين بزاف. غادي نعاودها معكم. غناخد يعني واحد المربع من ديك العجينه اللي مشبكه، كندير جوج على جوج، وكناخد داك اللي كيبقى بوحدو كنقفلو بهذا الشكل هذا صافي، وكنقلبها. يعني راه من اسهل ما يكون، بلا ما نكثر عليكم ليني الهضره، راه غير تبعوا الطريقه. يعني راه مشيت الفيديو غير بشويه ما سرعتوش باش تشوفوا الطريقه ديال التشباك. غنعاودها. كناخد هكا كندير جوج فوق جوج بهذا الشكل هذا. كناخد داك الاخير كنقفل ليه الاطراف بهذا الشكل هذا وضغطو مزيان باش ما يسحلش ليكم صافي. وكندير صبعي في هذيك الحفيره اللي كتبقى وكنخشي يدي وكنقلب. يعني الطريقه سهله بزاف. وكنحاولوا نقادوا دوك الجنيبات مزيان، ومنين تقادوها ضغطوا عليها كتجمع، ما تخليوهاش هكا طويله. يعني جمعوها كيف كندير باش منين تقلى كتزيد كتحل باش ما تجيكمش هكا الشباكيه طويله، وانما كتجي التشبيكه ديالها زوينه. غنعاودها. كندير صبعي هكا في الوسط صافي، وكنوضعو على دوك جوج اشرطه وكنقلب. يعني نتوما من الافضل البنات اللي غيجربوا اول مره يخدموا هكا على شي طابله، اما اللي محترفه راه كتخدم غير ما بين يديها، ما تحتاجش كاع تحط، غير بهذا الشكل هذا صافي. ودوك الجنيبات نقفلو نضغطوا عليهم مزيان باش يتقادوا لينا. كنعاود هكا كنسد مزيان، كندير صبعي في ديك الحفيره صافي، وكندير دوك الاشرطه على بعضياتهم ونقلبها ونسد الجنيبات وهكا ندفعهم باش تجي مجموعه، حيت راه مازال غتحل ملي تكون كتقلى، يعني مازال غتنفخ.
وإلا شبكتوها بالجراره الكبيره راه كتكون الحبه كبيره، راه يعني راه كتجي الحبه كبيره. هنا فقط لان الحبات صغار، داكشي باش قربت لكم مزيان التصوير باش يبانوا لكم. صافي البنات غنكملهم كاملين بنفس الطريقه، وراه غنخلي لكم فيديو ديال التشباك بالعد البطيء في تيك توك اللي بغات تحتفظ به، باش ملي تبقى تصايبها مثلا تبقى تشوف فيه وتصايب. هنايا بعد ما كملتها غنخليها تنشف. انا خليتها باتت لانني ساليت في الليل، يعني ما بديتهاش بكري حتى المغرب هكاك، ساليتها في الليل صافي خليتها باتت حتى الصباح عاد قليتها. هنا في الصباح يا البنات راه صبحات ناشفه، يعني راه ما فيهاش خميره الخبز، ما فيهاش حتى بزاف ديال الخميره ديال الحلوى، يعني ما تخافوش خليوها تبات ما عندها ما يوقع ليها، كتصبح هكا ناشفه وشاده راسها. وتا اللي بغات تصايبها في الصباح وتقليها في العشيه، ولا اللي بغات تصايبها يعني وكانت مزروبه تخليها على الاقل واحد الساعه ونصف باش تنشف. هنا يا البنات درت واحد المقلاه وضعت فيها الزيت باش يسخن، وعندي هنا العسل. بالنسبه للعسل راه صايبته ثقيل، ولكن ضروري ندفيوه قبل ما نديرو فيه الشباكيه. يعني هنا راه دفيته باش كيطلق، حيت الا خليناه ثقيل بزاف ودرنا فيه الشباكيه راه غادي يهرسها لينا. وما شاء الله يعني بهذه الطريقه هذه حتى حبه ما تهرست ليا في هذه العجنه كامله. هنا بعد ما الزيت سخن يا البنات بديت كنوضع فيه ديك الشباكيه، والنار تكون مهيله، يعني ماشي ناقصه قريبه الطفا وماشي مجهده، يعني مهيله، وكنطيب عليه حتى كنسالي، يعني ما كنحتاجش انني نطفيها باش تبرد ليا شويه الزيت. يعني الزيت كياخذ واحد درجه الحراره اللي مزيانه، وكنطيبوا فيه حتى كنساليو القليات ديالنا كاملين. صافي يا البنات ملي كتبقاو تحطوا الشباكيه كتحاولوا انكم تحطوها غير في الجناب، يعني انا غير كنسرع الفيديو وكنبان بحال كنحطها بالزربه، راه كنحطها غير بشويه، راه كتنفخ مباشره. شوفوا كيفاش كدير دوك التبويقات، وراه كيتزاد الحجم ديالها، والتشبيكه كتجي يا سلام، يعني ديك التشبيكه هكا كتجي زوينه. شوفوا دوك التبويقات رائعين، غير زعما جربوها يا البنات، خصوصا يعني البنات المبتدئات اللي اول مره بغاو يصايبوها لشهر رمضان. تبعوا الفيديو، تبعوا المكونات، راه غادي تحصلوا على نتيجه اللي غادي تعجبكم، وغتوليو ديما ديروا الشباكيه. هنايا البنات بمجرد انها كتنفخ كنبداو نقلبوا فيها، يعني ما تخليوهاش تتحمر لكم من التحت عاد تقلبوها، لا خصكم تبقاو تقلبوها وتقلبوا فيها حتى كطيب، باش كتاخذ لكم لون واحد ولون موحد. يعني ما نخليوهاش حتى تاخذ لنا واحد اللون من جهه ولون من جهه، ضروري نبقاو نقلبوا فيها هكا وهي كطيب وحنا كنقلبوا. انا حيت درت شويه المقله صغيره فكنقلب بواحد الفرشيطه، الا درتو شي مقله كبيره وكانت الكونتيتي كبيره كتقلبوها هكا بشي بحال هذاك باش كنصفيو بحال هذاك، كتقلبوهم هكا دفعه واحده. يعني انا كنفضل ندير غير مقله صغيره ونبقى نقلي غير بشويه ونبقى نقلب فيهم حبه حبه باش كيجيوني الحبات كاملين بلون واحد، وما تخليوهاش تحمر بزاف، وفي نفس الوقت ما تحيدوهاش وهي مازال مذهبه. شوفوا التبويقات هنايا البنات كنوريهم لكم. صافي وكنبقى نقلب فيها مره على مره حتى كطيب. وما شاء الله يا البنات الريحه دابا كتعطي في الدار كامله وفي الحومه كامله، الجيران كاملين شموها، يعني ضروري نذوقوهم، يعني العواشر هادو ضروري نذوقوهم. عرفتي واحد الريحه مع داك القوام ما شاء الله كيعطي واحد الريحه يا سلام. صافي هنايا البنات قريبه الطيب، يعني غير تاخذ لينا هاد اللون هذا اللي فايت المذهب، يعني قريب تحمر، صافي كنزولوها، يعني ما نخليوهاش تحمر، هذا هو اللون اللي مناسب، لاننا مازال غنطفيوها في العسل وغتاخذ لينا اللون ديال العسل باش ما تجيناش محمره غامق وما تجيش زوينه في المنيضر ديالها. يعني غير هاد اللوين راه كتجي زوينه بزاف. صافي كنهزها وكنصفيها من داك الزيت، كنحاول نقطر منها الزيت مزيان ونطفيها في داك العسل ونوضع القليه الثانيه مباشره. وما شاء الله يا البنات حيت كنديروا هاد الشباكيه صغيره في الحجم ديالها، يعني غير هاد العجنه كتخرج واحد العدد كبير، يعني اللي بغات تصايبها لدارها راه تخرج ليها واحد الكونتيتي اللي مزيانه، وفي الوزن 3 كيلو ونص تقريبا، يعني دوزي بها رمضان كامل، خصوصا الا زدتيها كمعسلات اخرين فراه ما تحتاجيش ديري عجنه اخرى. وحتى البنات اللي كيخرجوا لي كوموند راه كاين الكليه اللي كيطلب هكا تشبيكه صغيره، وكاين اللي كيطلب الكبيره، يعني وهذه الصغيره يعني كتاخذ شويه الوقت، ولكن راه كتكون زايده شويه في الثمن على اللي كتكون مشبكه كبيره في الحجم. صافي درت ديك القليه الثانيه، وكنحاول هذيك اللي طفيتها في العسل ندير عليها العسل بهذا الشكل هذا، نهبطها في داك العسل باش تشربوا ليا. انا درت يا البنات واحد الاناء اللي كبير وعمرته بالعسل، وغنطفي فيه 2 قليات حتى نبغي نحيد القليه الثالثه عاد نحيدهم من العسل، باش ديك الشباكيه كتاخذ شويه الوقت وكتشرب ليا العسل مزيان.
بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للعسل اللي كفاني في هذه العجنه هذه فهو ديال 2 كيلو ديال السكر، يعني خدمت عسل ديال 2 كيلو ديال السكر. انا غير ساليتها في التشباك في الليل، خدمت العسل. الا بغيتوا الطريقه ديالو ننزلها لكم، صراحه نسيت ما صورتوش. الا بغيتوا الطريقه ديالو راه مازال غنصايبو، قولوا لي في التعاليق ونعاود نصايبو لكم. يعني كيجي ما شاء الله ثقيل وزوين وناجح 100%. صافي صايبته في الليل وخليته بات برد حتى الصباح، وصبح ثقيل وزوين في القوام ديالو، ودفيته عاد طفيت فيه ديك الشباكيه. هنا كنرجع لديك القليه يا البنات، كنبقى نحرك مره على مره حتى كتاخذ ليا اللون وكطيب وكتحمر. شوفوا ليا التبويقات، وكتبقى محافظه على ديك التشبيكه ما شاء الله، كتجي رائعه بزاف. واحد البنت كانت كتبات لي يعني شي اسبوع دابا، قالت لي انا راه عواله نحضر الشباكيه ديالك لهاد رمضان، وقلت ضروري ننزل الفيديو في اقرب وقت باش ان شاء الله تصايبها لرمضان. كنتمنى تشوف الفيديو باش نتوما يا البنات تجربوا الشباكيه ديالي، راه غادي تعجبكم بزاف. صافي كنبقى نقلب فيها على هذا الشكل هذا حتى كتاخذ ليا كلها نفس اللون، يعني كتجي كلها بلون واحد. صافي وكنهزها وكنحاول انني نقطرها مزيان من الزيت ونوضعها في العسل. يعني كندير 2 قليات في العسل حتى ندير القليه الثالثه كتقلى، عاد ديك الساعه تقرب ليا الطيب عاد نستقطر نخوي هذيك الشباكيه في هكا في شي كسكاس. صافي ونخليها تقطر. هنا كيف كتلاحظوا يا البنات راه دوك 2 قليات راه شربوا العسل ما شاء الله. غادي نستقطرهم دابا في شي كسكات حيت قربت القليه الثالثه طيب. صافي ونستمر حتى نكمل الكونتيتي كامله اللي عندي، ومني كنكملها كامله كنعاود نخوي عليها هكا داك العسل اللي بقى ليا اللي استقطر لتحت فوق منها كامل. صافي ونخليها تستقطر مزيان، وديك الساعه كنستفها في دي بواط. تزيين ممكن تزينوها، ممكن تخليوها حتى تبقاو تقدموها عاد تزينوها. انا كنرش عليها فقط كميه قليله من الزنجلان، يعني حتى كنبغي نقدمها عاد كنزيد الا بغيت، لان وليداتي ما كيبغيوش الزنجلان بزاف، رشيت عليها غير شويه. شوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي، راه صفتها في بواطات كتجي ما شاء الله معلكه وشاربه العسل وهشيشه كتذوب في الفم، وكتجي بواحد اللون اللي رائع ولون موحد وكيشهي ما شاء الله. والنسمه يا سلام، ومقومه على حقها وطريقها، غير جربوها. راه ممكن يا البنات تحتفظوا بها غير في المطبخ ديالكم في البلاكار، تسدوا عليها لي بواط وتقلبوهم وديروها في البلاكار ديالكم. دابا الجو بارد كتبقى ما كيوقع عليها والو، ولا بغيتو تبقى لكم مده طويله ديروها غير في الثلاجه وتسدوا لي بواط ديالكم مزيان. او لا اللي بغاتها يعني طول بزاف وصايبات كونتيتي كبيره ديرها في المجمد. يعني هادو هما طرق الاحتفاظ. هذا هو الشكل ديال الشباكيه ديالنا، جات رائعه بزاف. وكنتمنى يا البنات تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ديال اليوم. شكرا على الدعم ديالكم والمتابعه ديالكم والتعاليق اللي كتفرحوني بها. ولا بغيتوا اي وصفه خليوها لي في التعاليق فغادي ننزلها لكم في القريب ان شاء الله، واي سؤال غادي نجاوبكم عليه مرحبا على الراس والعين. والى الفيديو المقبل ان شاء الله، وبشركم مبروكه.